السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة هنعمل طريقة مختلفة من صدور الدجاج بالصوص او بالوايت صوص. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول وندخل مقادير. انا معايا هنا حوالي كيلو من مكعبات صدور الدجاج. هتقولي للفرخنجي كده يقطعها لك مكعبات، تكون مكعبات كده متوسطة، لا اما انت هتجيب الصدور وهتخليها وتقطعها مكعبات. انا كده قطعتها مكعبات. تعالي بقى على النار، ترفعي طاسة على النار، مكعبين من الزبدة ومعلقتين من الزيت. اول ما الزبدة كده هتبتدي تسيح هنزل بمعلقتين من الزيت وانزل بالمكعبات بتاعة الدجاج. تمام كده، كل ده هيبقى على نار عالية، ما انتش هتوطي النار علشان المكعبات الدجاج ما تنزلش السوائل بتاعتها. طبعا انا معلية النار. اول بقى ما هتاخد لون كده او هتتعصج من تحت هقلبها على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا ارحم الراحمين. كده اول ما خدت صدمة كده من الوش الاولاني بقلبها على الوش التاني. هنزل بقى ببهارات، معلقة فلفل اسود، معلقة توم بودرة، معلقة بابريكا، معلقة بهارات دجاج، وشوية صغيرين كده من نص ماء وبهارات مشكلة. تشم بقى هنا في المرحلة دي روايح كده جميلة بتتعصق كده معاها وبيبقى الروايح جميل. تعالي بقى كده هندخل على ما هي هناك تاخد كده لون مع نفسها او تبتدي كده تشرب من البهارات. هجيب هنا حوالي 3 بصلات صغيرين او حوالي بصلتين كبار. هتبتدي كده تقطعيهم، لا اما جوليان لا اما مكعبات حسب ما انت حابة. كده انا هخلص البصلتين او التلاتة اللي معايا هقطعهم. اول ما اخلصهم هنزل بهم على الدجاج. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بجد الوصفة دي خطيرة وفي منتهى الجمال. معذرة بس الصوت مش واضح قوي لان انا واخدة دور جامد جامد يعني. الحمد لله، ربنا يشفينا ويشفي جميع امراض المسلمين يا رب العالمين. اول بقى ما اخلص كده تقطيع البصل هاخد بقى واروح على الصدور بتاعة الدجاج. هنا كده كانت خدت لون، شايفين اللون التحفة ده. هنزل بقى بالبصل كده يتشوح مع الصدور. طبعا كل ده على نار عالية، انا لسه ما هديتش النار على الاطلاق، علشان لو انت هديت النار بتنزلك بقى بتخلي قطع الفراخ او قطع الدجاج تفقد السوائل بتاعتها وتنزلها، فانت مش هتستفادي بالطعم بتاع القطع. كده هشوحها مع بعضها. في المرحلة دي هنزل بقى بمعلقة من توم المفروم. هجيب كده معلقة توم مهروس وهبتدي كده اقلبها مع بعضها. هنا الروايح تحفة تحفة تحفة. اتمنى منكم تجربوا الوصفة دي واتمنى منكم دعوة حلوة من قلبكم بظهر الغيب. كده بدأت قطع الفراخ تدخل في تسوية. كل ده لسه على نار عالية بس ايدي معاها بقلبها. تمام كده. طيب هتعملي لها صوص ازاي يا مروة؟ تعالى اقولك هنعمل لها صوص ازاي. بعد كده اما اشوح البصل وياخد كده تشويحة، هبتدي بقى اعمل كده فرق كده في النص وهنزل بمكعب زبدة. تمام كده. اول ما مكعب الزبدة يبتدي يسيح هنزل بحوالي 3 معالق من الدقيق. تمام كده. هشوح بقى المعلقتين او ال3 معالق دقيق كده مع الزبدة لحد ما الدقيق يتحمص معاكي خالص عشان طعم البشاميل معاكي يكون لذيذ كده والمذاق بتاعه يكون والتست بتاعه يكون عالي. هنزل بقى هنا في المرحلة دي بعد الدقيق لما يشرب كده من الزبدة وتحمص هنزل بقى بحوالي 3 او 4 كوبايات من الحليب. تمام كده. ومش هتنزلي بالحليب كله، يعني انا يعني استخدمت حوالي لتر كده او لتر وكوباية، مش متذكره بالظبط. بس انت بقى طبعا قدامك الاكل قدامك وانت بقى بالويم وبنظرك شايفه هل بقى انت وصلت للقوام المظبوط معاكي ولا لا، وحسب ما انت عايزه تزودي الكميه عندك. تمام. انا هنا معايا الكيلو من الصدور. هبتدي بقى اقلب كده الصوص. انا كده بدأت بقى هنا اهدي النار علشان الصوص معايا ما ينشفش.
هظبط بقى الملح بتاعي تمام كده، وهقلبها وهسيبها بقى على نار هادية تتشرب كده من البهارات وتتشرب من الصوص وتتشرب بقى من الجمال ده. بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة تحفة خطيرة في الطعم. اتمنى تجربوها بجد، هتدعولي دعوة حلوة من قلبي. هسيبها بقى كده على نار هادية، شايفين الصوص بدأ يتقل معايا. هسيبها بقى خالص على نار هادية وهرجع لها تاني، بس عينك عليها كل شوية تقلبي فيها تمام كده. هاجي بقى هنا في حلة تانية جانبية، هنزل بمكعب من الزبدة. انتي لو انت عايزة تعملي جنبها رز ابيض تمام هتبقى جميلة برضو، بس هنا الولاد كانوا عايزين رز بسمتي، فجبت كده 3 حبات من الليمون وعود من القرفة وكام حبة من الهيل او الحبهان وكام حباية برضو من القرنفل. لما اشم بس الروايح كده العطرية بتاعت البهارات، هنزل بقى هنا دول بقى 3 حبات من الكوبيبة الصيني، بتعطي فعلا تيست جميل اوي للرز وبتخلي الطعم بتاعه بيروح في حتة تانية. هنزل بقى بالبهارات، فلفل اسود ومعلقة من الزعفران ومعلقة من بهارات الكبسة ومعلقة بهارات مشكلة، بجد بتدي روايح جميلة وطعم حلو اوي للرز. اول كده ما اندمجوا مع بعض معايا كيلو رز مغسول بسمتي، هنزل بيه واقلبه كده مع البهارات لحد ما يندمج مع البهارات. شايفين اللون تحفة تحفة تحفة. هظبط بقى الملح بتاعه وهنزل بالمية العقد المظبوط. طبعا بيختلف العقد من رز للتاني، في حبايته بتبقى عريضة وفي حبايته بتبقى رفيعة. انت كده بالنظر كده هتنزلي بالمية بتاعتك، ومعروف اصلا لكل كوباية رز بسمتي لها كوباية ونص من المية او كوبايتين من المية حسب نوع الرز. هرجع هنا بقى الدجاج بتاعي والصدور بتاعه، شايفين تحفة. بسم الله ما شاء الله، الصوص بدأ يتقل، والفراخ دخلت على فكرة على تسوية، يعني 70% تسوية. هسيبها لما تتشرب خالص تمام كده. شايفين كل ما بيكوني مهدية النار كده الصوص معاكي بيتقل كده وجميل. عندك بقى جبنة موزاريلا، جبنة ميكس، اي حاجة بتحطيها، ما انتش حابة تحطي ومش عندك خلاص استبعدي، هي لوحدها الطعم خيال. بس انا كده كان عندي شوية فحطيتهم، بيزود المذاق وبيعلي التيست بتاع البشاميل. بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة. هسيبها كمان كده حوالي 5 دقايق وارجع لها تاني. بجد الوصفة دي حلوة قوي، بما ان الجو حر ومش عايزين نعمل تسبيكات، التسبيكات بقى دلوقتي وجو حر فمش مقبولة بالمرة، انما الوصفة دي خفيفة، اتمنى تجربيها بجد مش هتندمي. صدور الفراخ كده، ومعظمنا ما بيحب صدور الفراخ، انا عندي ولادي ما بيحبوش صدور الفراخ خالص، يعني دايما بيحبوا الاوراق. لما بعمل لهم الوصفة دي كده واستغل الصدور بالوصفة دي بجد بيحبوها ودايما بيطلبوها ان انا اعملها لهم تاني. شايفين الصدور وصلت لتسوية عاملة كده زي الزبدة، والقطعة كده بقطعتها شاربة من الصوص ومن البهارات، بجد خيال خيال خيال. وهنا وصلنا بقى لنهاية الفيديو، ودي النتيجة النهائية. هتقدميها بقى مع رز بسمتي، هتقدميها مع رز ابيض، بجد بجد مش هتندمي. شايفين الصوص تحفة تحفة تحفة. الأكلة دي لو هتاكلها في المطعم هتبقى بالشيء الفلاني، لا انت هاتيها وجيبي المطعم لحد البيت وبسطي أولادك واعملي حاجة نظيفة بإيدك. شايفين ما شاء الله، بجد خيال خيال، مش عارفة اوصفلك الطعامة بتاعتها بجد. اللهم بارك. اتمنى بقى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.